انا كجرافيك ديزاينر ممكن اشتغل جرافيك ديزاين، ممكن اشتغل انت قلت فاينلايزر، ممكن اشتغل 3 دي ارتست. في فانكشنز مختلفه، ممكن تشرح لنا الحاجات دي سريعا لو في فانكشنز مختلفه جوهريه؟ الحاجات الجوهريه المختلفه، تعال نقول ان مثلا ال 3 دي ارتست ما بيسماش جرافيك ديزاينر انيمور. الشخص ده لقى باشن توورز ال 3 دي، فقرر ان هو ايه، انا هاخد لي كورس 3 دي ماكس ولا مايا ولا وهبتدي افهمه واشتغل عليه لحد ما تطور في ده، لحد ما هو بقى 3 دي ارتست. هتيجي يعمل لوجو مش عارف يعمله، يعني انا مش بقيت عارف يعمله. متخصص، بس انت جايب لي اللوجو وجايب لي برودكت انا هحوله لحاجه 3 دي. الانيميترز برضو بياخدوا كورسات افتر افكتس وحاجات مختلفه للانيميتنج، برضو مش بيبقوا شاطرين في تصميم الحاجه شخصيا، بس اقوياء جدا في تحريكها. عندك الناس اللي بيشتغلوا يو اي ويو اكس اللي احنا هنروح لهم، دول دي بقى very tricky، يعني this is a very tricky job. شطارتها مش في تصميمها، شطارتها في ازاي تعرف تفكر what is best for the user.